علاقة النادي الأهلي باللعب المالي النظيف وليه القانون ما اتطبقش في مصر لحد دلوقتي؟ في حلقة النهاردة هنتكلم عن نبذة مختصرة عن اللعب المالي النظيف. أول حاجة اتعملت من جمهور النادي الأهلي بعد ما طرحت سؤال ما هو اللعب المالي النظيف وتعليقاتهم على اللعب المالي النظيف إيقاف القيد، ومعنى كده إن نادي الزمالك ما عندوش أو ما بيطبقش اللعب المالي النظيف، أو اللعب المالي النظيف ما بيطبقش على نادي الزمالك. المعاني كلها واحدة. طب نيجي بقى للنادي الأهلي، هل النادي الأهلي مداخله أكتر من مخارجه؟ لو انت حسبتها الموسم الأخير ده اللي الأهلي بادئ فيه من بداية الموسم لحد سوق الانتقالات الحالي، هتلاقي الأهلي اشترى لعيبة صفقات كتير بمبالغ كبيرة، وفي نفس الوقت خرج لعيبة تانية كان دافع فيها مبالغ كبيرة برضه بمبالغ أقل. معنى كده ان النادي الاهلي الخارج عنده اكتر من الداخل. ليه بقى ما يطبقش على النادي الاهلي اللعب المالي النظيف؟